انا عارف ان انا ملخبطكم جدا معايا ليه بقى، لان انا مره اطلع اقول طقم جرانيت كوري تورنادو كويس جدا، ومره اطلع اقول الاندلس كويس جدا، ومره اطلع اقول عبود ديكاست حلو قوي، ومره اكتنزي حلو، ومره سافلون حلو، ومره نيوف حلام حلو. الناس تقول لي يا رؤوف انت لخبطتنا، انهي طقم حلو عشان نشتريه؟ احنا بنثق فيك. انا عايز اقول لكم ان كل اللطقم دي حلوه، وانا بطلع لكم موديلات وشركات احسن من بعض. ايوه برضو، يعني انهي احسن في ده كله؟ الغرض من الفيديوهات دي ان انا بقدم لكم موديلات كتير جدا حلوه. انت بقى ليكي وظيفه ان انت تختاري الموديل اللي يريحك، لكن ان انا وظيفتي انا اجيب لك الموديل الكويس او اجيب لك النوع الكويس. يعني بيبقوا كلهم احسن من بعض، ولما اطلع اقول في فيديو ان النوع ده كويس فئه سعريه كذا، يبقى ده كويس جدا وتستخدميه بقلب. لكن حته بقى الموديل اللي هو مثلا في منه يد منه فيه، وفي غطا جرانيت، في بقى يد بتاعته بكلايت زي كده والغطا بتاعه ستانلس، وفي زي عبود الغطا بتاعه بايركس واليد بتاعته بكلايت. حته الموديل بتاعتك انت، لكن حته الجوده انا اللي برشحها لك. يعني لما اقول لك اكتنزي حلو فهو حلو جدا، اللي هو كمان بشرط ان هو يكون اصلي. ولما اقول لك مثلا تورنادو كوري حلو جدا فهو حلو جدا. اي طقم انا بقول لكم حلو بقدر الامكان، انا بقول لكم حلو على ضمانتي انا، ولو حصل فيه حاجه تسالوني انا. اما اللطقم الوحشه زي مثلا عندنا نيو سافلون او غيره من اللطقم المغشوشه او المضروبه، انا برضو بطلع اقول لكم تجنبوها. وخلوا بالكم علشان خاطر في لطقم كتير جدا من اللي سافلون بدات تنزل مضروبه، عشان كده انا هحاول اوفر لكم الاصلي في كل حاجه. ولما اقول لكم كل حاجه حلوه انت عليك تختاري الموديل. يعني لما بتيجي زبونه عندي في السنتر ممكن افتح لها مثلا 5 6 انواع كويسين جدا، هي بقى بتختار الموديل المناسب ليها والاريح ليها على حسب اللي هي مختاراه وعلى حسب الشكل اللي مريحها. لكن الجوده تاكدي تماما لما اقول لك على حاجه جودتها حلوه فدي حلوه جدا، وتساليني انا شخصيا، يعني ضمانها مني انا. وده اللي انا بعمله مع كل الناس، لان انا بتعامل معاكم مش كبياع، والناس اللي جات لي عارفه ده كده كويس. او ممكن اقول لكم كمان الحلو والوحش واشتروا من اي مكان انتوا عايزينه. الفكره ان انت تبقى عارفه الصح وعارفه الكويس وملمه بكذا نوع كويس، عشان لما تروحي مكان تروحي وانت مرتاحه وتعرفي تختاري ما بين موديلات، والبياع ما يجيبكيش في حته ان هو يديكي اي حاجه وخلاص. وحاولي بقدر الامكان ما تروحيش تجري ورا لون او على حاجه مريحاكي حتى لو مش اصليه، لا تعالي على نفسك شويه وممكن تاخدي موديل في حاجه اصليه يكون كويس. ده القصد من الفيديوهات اللي انا بعملها، وكل شويه اطلع لكم بطقم كويس. انا بطلع لكم اطقم كويسه وانتوا تختاروا الموديل اللي يريحكم. طبعا بنعمل ده كله لان رؤوف اسم معروف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفاد. سلام.